السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك فكرت ليه السمك ما بيغرقش في المية؟ يعني وهو عايش طول عمره تحت المية ومع ذلك ما بيغرقش ولا بيطفو على السطح زي الفلين. طب ازاي بيعمل كده؟ اهلا بيك، انا عبد الرحمن يحيى، والنهاردة هنتكلم ليه السمك ما بيغرقش في المية. حط لايك واشتراك للفيديو، وانا عارف ان السؤال غريب بس تعال نشوف الموضوع ده سوا. اول حاجة السر في تصميم جسمه. جسم السمكة معمول بطريقة دقيقة جدا بتخلي كثافة جسمها تقريبا نفس كثافة المية. يعني مثلا لو الجسم اخف من المية بيطفو، ولو اتقل منها بيغرق. لكن السمكة معمولة يوازن نفسها في النص بالظبط. لكن دي مش الحكاية كلها، سبحان الله جوه جسم السمكة في عضو صغير عبقري اسمه المثانة الهوائية. دي تقدر تعتبرها بالونة غازات صغيرة، في الأغلب بتكون متكونة من غازات زي الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. الغاز مش بيخش من المثانة من بره، السمكة بتصنعه من دمها عن طريق تبادل الغازات الدقيقة جدا. في عندها نظام خاص اسمه الريتي ماربلي، ودي شبكة شعيرات دموية دقيقة جدا حوالين المثانة الهوائية. الشبكة دي بتنقل الغازات من الدم إلى جوه المثانة. لما السمكة بتكون عايزة تطفو على المية بتزود تركيز الغاز في المثانة، ولما تكون عايزة تنزل لتحت بتمتص الغاز وترجعه للدم. يعني ببساطة لما السمكة بتحب تطلع على سطح المية بتزود شوية غازات في المثانة الهوائية، ولما تحب تنزل لتحت تقلل الغازات جواها. يعني السمك بيتحكم في ضغط الغازات جوه المثانة بنفس فكرة الغواصة بس بشكل بيولوجي وطبيعي. لكن مش كل الأسماك محظوظة بالعضو ده. مثلا القرش ما عندهوش مثانة هوائية، ربنا عوضه بحاجة تانية، عنده كبد ضخم مليان زيوت خفيفة وده بيساعده يطفو شوية على سطح المية. بس مش كفاية، علشان كده لازم يفضل يعوم طول الوقت، ولو وقف لحظة هيغطس لتحت. وفي كمان فرق بين أنواع الأسماك. الأسماك العظمية زي البلطي والبوري عندهم مثانة هوائية واضحة. الأسماك الغضروفية زي القرش والشفانين ما فيهاش. حتى المية نفسها ليها دور، كثافة المية بتختلف حسب الملوحة والحرارة، وده كمان بيأثر على الطفو. علشان كده نفس السمكة ممكن تغوص أكتر في مية عذبة وتطفو شوية في مية مالحة، لأن الملوحة بتخلي المية أتقل. في النهاية السمكة مش بتعوم في المية كده وخلاص، دي بتستخدم عملية فيزيائية معقدة علشان توزن نفسها. ربنا خلقها بطريقة دقيقة تخليها تعرف تتحدى الجاذبية كل لحظة من غير ما تحس. بس كده، قبل ما اقفل الفيديو لو في سؤال محيرك اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هجاوب عليه في فيديو. بس كده خلصنا، سلام.